أسعد الله أوقاتكم مستمعي هادي FM. معكم أنا هوجين هادي في حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتاب. في هذه الحلقة سنتناول كتاب الأخطار والكوارث الطبيعية من تأليف الدكتور محمد صبري محسوب والدكتور محمد إبراهيم أرباب. عدد صفحات هذا الكتاب 232 صفحة. في هذا الكتاب عدة محاور مهمة سنتناولها بعد الفاصل. هذا الكتاب يتناول 7 محاور مهمة، هي الكوارث الطبيعية في الفكر الجغرافي الحديث، ومحور مفاهيم أساسية خاصة بالكوارث الطبيعية، وأيضا الأخطار والكوارث الجيولوجية والأخطار والكوارث الجوية والمائية. وفي محور آخر يتناول الكاتبين الأخطار وسطح الأرض والأخطار البيولوجية والأخطار والكوارث التكنولوجية. يبدأ الكتاب باستعراض لتطور الجغرافيا. ففي السياق التاريخي بدأت دراسة الكوارث وتأثرت بكل التغيرات في الفلسفة الجغرافية، وقد أتاحت الكثير من الدراسات لحالات من الكوارث المختلفة توافر ثروة من المعرفة وتأكد ظهور علم الكوارث كفرع جديد ومجال لتطبيق مفاهيم العلوم الاجتماعية، ويمتد في صفحة علوم الأرض. ويمكن تلخيص العوامل التي أدت للاهتمام بالكوارث بعد عام 1965 فيما يلي: الانطلاق المفاجئ لعدد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا والتغيرات المناخية، والاهتمام الإعلامي بالكوارث، وكذلك التوجه الجديد للجغرافيا الطبيعية للاهتمام بالكوارث والاقتراب أكثر من المشكلات البشرية، وهجر الجيومورفولوجيا البحتة والمناخ النظري. ظهور جماعات ضغط أكاديمية والسياسة مثل الخضر وحركات الحفاظ على البيئة. وفي نظرة مستقبلية تواجه البشرية في القرن 21 عدة مشكلات ملحة، منها الزيادة المستمرة لعدد السكان في العالم وارتفاع معدلات الاستهلاك من الموارد الطبيعية وما يترتب على ذلك من توترات سياسية وأزمة في المياه قد تصل إلى حد الكارثة. وهناك مشكلات معقدة أخرى مرتقبة مثل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بسبب ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة لسوء استخدام الوقود الحفري وانطلاق كميات ضخمة من الغازات المسببة لذلك، وما قد يعقب ذلك من ارتفاع منسوب مياه البحار وغرق العديد من الجزر والشواطئ المنخفضة وتقهقر خط الثلج الدائم أفقيا ورأسيا، ما سيصاحب ذلك من انهيارات أرضية. ومن الكوارث المرتقبة أيضا اتساع ثقب الأوزون وانقراض فصائل نباتية وحيوانية وتدهور التنوع البيولوجي وازدياد حدة الكوارث الجيوفيزيقية من أعاصير وأمواج وسيول وفيضانات وغيرها. لكن حقيقة الكوارث الطبيعية طويلة الأجل أو الأخطار الكامنة تؤدي على المدى البعيد إلى أشد أنواع الكوارث الفجائية حدة، لا سيما مع الفقر المتزايد بشكل مستمر في الجنوب والوهن المستمر لقدراتهم على التعامل مع الكوارث. ومن زاوية أخرى يختلف البشر في إدراك الكارثة وأبعادها،
والاختلاف قد يكون بين الجماعات أو داخل الجماعة الواحدة. وفي الحالة الأخيرة فإن التباين قد يكون بين الخبراء من العلماء والتكنولوجيين وبينهم وبين العامة المستخدمين للموارد، كما أن المستخدمين يختلفون بدورهم نسبة لعوامل متعددة، وأن الحضارات البشرية كلها تعرضت للكوارث وما زالت تتعرض، وسيستمر هذا الأمر أمدا إذا استمر فشل الإنسان في التنبؤ الدقيق بالأحداث الجيوفيزيقية القصوى، وتختلف أقدار الأمكنة من مركب تلك الأحداث، كما أن الأقدار ليست ثابتة عبر الزمن فضلا عن الأحداث التكنولوجية المتغيرة باستمرار. وتؤدي بعض الكوارث الكبرى إلى هز البنى الاجتماعية بأكملها، ونادرا ما تعود لأوضاعها السابقة أو أن يحافظ المجتمع على قيمه السالفة. ومن المتوقع مثلا ألا تعود الصومال التي تعيش في حالة كوارث منذ عقد وأكثر بفعل الحروب وتعاقب الجفاف والفيضانات إلى ماضيها ولو استقر بها الحال. وهنا يتساءل الكاتبين: ما هي الأشكال الاجتماعية والسلوكية إزاء إدارة الكوارث؟ يوجد نموذجان حتى الآن في الأدبيات الرأسمالية. هنا يتساءل الكاتب: فما هي الأشكال الاجتماعية والسلوكية إزاء إدارة الكوارث؟ ويجيب: يوجد نموذجان حتى الآن في الأدبيات الرأسمالية. نموذج النظم، وفي هذا النموذج فإن البشر ليسوا عنصرا سلبيا، بل إنهم يتكيفون ويتأقلمون باستمرار للأوضاع الجديدة في البيئة الطبيعية والحضارية، حيث إن تفاعلهما يؤدي إلى استغلال الموارد ويؤدي سوء الاستخدام إلى الكارثة، والتي قد تحدث أيضا دون التدخل البشري. وهناك مردودات ناتجة من التفاعل مقابل خسائر في الأرواح والممتلكات والتكاليف النفسية. والنموذج الثاني هو نموذج المراحل الاقتصادية والاجتماعية. طرح وايت وكاتس وبورتون نموذجا آخر لدراسة التنوع في الاستجابة البشرية للكوارث، قائما على تصنيف المجتمعات البشرية وفقا للمراحل الاقتصادية الاجتماعية، والذي لم يكن إلا انعكاسا لنظرية المراحل التي سادت في الستينات والسبعينات، والتي اقترحها روستو كمحاولة للرد على النظرية الماركسية والمرحلية التاريخية وخلق إطار فكري للعلوم الاجتماعية، ومناقضا جدليا. هذا التصنيف يقسم العالم إلى المجتمعات البدائية أو ما قبل الصناعة، والمجتمعات الانتقالية، والمجتمعات الصناعية، ومجتمعات ما بعد الصناعة. فالمجتمع البدائي قبلي ريفي وبدوي أو زراعي اكتفائي وذو دخل قليل. أما المجتمع الانتقالي يتسم بهجرة كبيرة للمدن وبداية الاستثمار في الصناعة مع وجود عجز في الميزان التجاري، والصناعي بالتحول من الاستثمار كثيف قوة العمل إلى كثيف رأس المال، وترتفع الدخول والتجارة الخارجية وتسود الحضرية. لكن ما أساليب إدارة الكارثة؟ عند الكارثة تتنوع قرارات الأفراد والجماعات إزاء البدائل المتاحة في مدرج من البساطة لكثير من التعقيد. وبرغم التباين الحضاري فإن التعامل مع الكارثة يمر في أي مجتمع بنفس الترتيب: أولا تحليل الكارثة، ثم البدائل السلوكية، وتحليل مترتبات كل بديل، ثم اختيار بديل أو أكثر. وتوجد عدة مؤثرات في عملية اتخاذ القرار، مثل التجربة والثروة المادية ونمط استخدام المورد والشخصية البيئية، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الدين والقيم الاجتماعية، القوانين المنظمة لاستخدامات الأرض، وإجراءات الإنقاذ، ودرجة التعليم والرشوة. وتنقسم أنواع إدارة الكارثة إلى 3 مجموعات كبرى: أولها التقليل من الخسائر، ثم تقليل المخاطر، وترقية الجاهزية الاجتماعية.
بالنسبة لمحور مفاهيم أساسية خاصة بالكوارث الطبيعية، يطرح هذا السؤال: ترى ما هي الكارثة؟ تأتي الإجابة باختلاف الآراء الخاصة بتعريف الكارثة، وذلك تبعا لاختلاف مصادر التعريف، ولكن ما يؤكد عليه الكتاب أن الاختلاف واضح في التفرقة بين مفهوم الخطر العام بمنطقة ما وبين الكارثة التي تحل بتلك المنطقة من جراء ظهور هذا الخطر. لكن هناك تعريف عام للكارثة الطبيعية بأنها تأثير سريع وفجائي للبيئة الطبيعية على النظم الاقتصادية والاجتماعية. أما تونر فيرى أنها عبارة عن حدث مركز مكانيا وزمانيا يهدد المجتمع أو منطقة ما، مع ظهور نتائج غير مرغوبة نتيجة لانهيار الحذر أو الحيطة التي ألفها السكان منذ القدم. أما بورتون فيرى في الكارثة الطبيعية بأنها حالة فريدة في منطقة ما يتسبب عنها أضرار مادية تبلغ تكلفتها نحو $1,000,000 أو ينتج عنها مقتل وجرح أكثر من 100 نسمة. إن تعريف بيرتون للكارثة الطبيعية بهذا التحديد يفتح الباب للجدل وتباين الآراء، والحقيقة أن الخطر الطبيعي يعد وضعا بيئيا سابقا لحدوث الكارثة يبدي علامات لإمكانية حدوثها يمكن لأي مهتم أو متخصص أن يحددها، وعادة ما تظهر الكارثة عند وقوع الحدث وسط تجمعات بشرية وضعت نفسها في موقع التعرض للخطر. لكن ما هي أسباب تزايد الكوارث الطبيعية في القرن العشرين برغم التطور التكنولوجي؟ تأتي الإجابة هنا بأنه قد أصبح من المألوف أن تبث نشرات الأخبار أحداثا طبيعية مدمرة في مناطق العالم المختلفة، ولا يكاد يمر يوم واحد دون تعرض منطقة من العالم لحدث ما. والملفت للاهتمام فعلا أنه مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الكثير من الدول، إلا أن الكوارث الناتجة عن الأحداث الطبيعية الاستثنائية تترك آثار التدمير على الأرواح والممتلكات، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعكس عدم كفاية محاولات التغلب على هذه الأحداث أو الحد من آثارها السلبية، إلى جانب أسباب أخرى تم توضيحها في النقاط التالية. إن الكثير من مناطق الأخطار المحتملة في العالم يسكنها عدد كبير من القاطنين الذين يستمرون برغم معرفتهم بالأخطار في التزايد أو النمو وفي تطوير الاستخدامات الأرضية المختلفة والمكلفة بطبيعة الحال، ويرجع ذلك أساسا إلى وجود كثير من المزايا الجغرافية والاقتصادية لتلك المواضع، مثل منطقة بركان إتنا بإيطاليا ومواضع عديدة بالجزر اليابانية. وكثيرا ما تظهر بصمات الخطر في كثير من المواضع، ولكنها تزداد حدة بشكل مطرد، ويرجع ذلك التفاقم إلى الإهمال أو ما يمكن تعريفه بالتقصير البيئي. وكذلك فإن الكوارث تمر بمراحل زمنية تمثل الفترة أو المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، وفيها يتماسك الأحياء قليلا حتى تنتهي مرحلة الخطورة. وكما عرفنا حتى تنتهي مرحلة الخطورة وسرعة الحدث تختلف من واحدة إلى أخرى. إن الأزمة التي طرأت عن الكارثة يمكن أن تقسم إلى مراحل تبدأ بالعزل ممثلة في الإنقاذ ثم العلاج. قد يستمر الإنقاذ من ساعات قليلة إلى 3 أيام، ويعتمد ذلك على إمكانية الوصول للمنطقة المنكوبة وعلى المستوى التنظيمي لعمليات وخدمات الإغاثة. وقد كانت هذه المرحلة في الماضي تستغرق شهورا أو سنوات، خاصة في المجتمعات الفقيرة وقلة الإمدادات اللازمة. بالنسبة للعلاج فإنه يتضمن إمدادات الغذاء والمأوى والعناية الطبية والمساعدات الأخرى بهدف جعل المنطقة آمنة ويمكن سكنها. وهنا يبين الكاتب أنه لم ينل البعد المكاني للكوارث الطبيعية قدرا كافيا من المعالجة النظرية، وأن ظهرت محاولات لإبراز العلاقات المكانية في منطقة الكارثة.
وفي محور آخر يتحدث الكتاب عن الأخطار والكوارث الجيولوجية. ففيما يتعلق بالزلزال، فإن أهم الآثار الدالة على حدوث الزلزال في منطقة ما هي ما يلي: أولا، حدوث تموجات أو تشوهات في سطح الأرض قرب المركز الزلزالي، وارتفاع منسوب مياه البحر، وظهور أمواج برغم هدوء الرياح، وذلك إذا ما كان مركز الزلزال قريبا من السواحل. وقد يحدث العكس بأن ينخفض منسوب البحر بشكل ملفت. تغيرات في مناسيب المياه بالآبار قبل حدوث الزلزال، انطلاق بعض الغازات من الآبار على امتداد خط الصدع، وتغير في درجة التوصيل الكهربائي للصخور، وتغير في المجال المغناطيسي الأرضي، وأيضا ظهور تغيرات واضحة في سلوك بعض الحيوانات مثل الحركات العشوائية للفئران وخروجها من جحورها، واستمرار طيران الحمام وعدم استقراره فوق الأرض، نباح الكلاب بشكل ملفت، وغير ذلك من سلوك غير طبيعي، وحدوث هزات أولية. وأخيرا، حدوث هزات أولية تأخذ في الزيادة بشكل تدريجي قبل حدوث الزلزال. والزلزال يعد أشد الكوارث البيئية تدميرا للمنشآت البشرية. أما فيما يخص البراكين، فيبين الكتاب مؤشرات تسبق الانفجار البركاني. في البداية ترتفع درجة الحرارة بمياه الغدران المحلية مع زيادة نسبة ما تحتويه من الكبريت، ثم تحدث هزات أرضية خفيفة تزداد بشكل تدريجي مع إقدام البركان باتجاه القمة، وانصهار الثلوج والجليد على السفوح العليا للبركان المقبل على ثوران وشيك. وأيضا حدوث تمدد وتضخم في جسم البركان بسبب الإجهادات التي تحدثها الصهارة الداخلية في طريقها للخروج من فوهة المخروط البركاني، مثل ما حدث قبيل انفجار بركان سانت هيلانا عام 1980. كذلك سلوك غير مألوف لبعض الحيوانات والطيور بمنطقة النشاط البركاني. ونظرا لندرة حدوث الانفجارات البركانية وعدم تكرارها في فترات زمنية قصيرة، نجد أن الناس في مناطق وجودها يتعايشون معها وينجذبون إليها دون التفكير كثيرا فيما يمكن أن يحدث لهم إذا ما خرجت عن سكونها وثارت على ما حولها مدمرة كل ما يواجهها. ومن زاوية أخرى يتناول الكتاب الأخطار والكوارث الجوية والمائية، فمثلا كيف يمكن مواجهة السيول. يجب وضع مخطط إقليمي لكل منطقة من المناطق التي تتعرض لأخطار السيول، يحدد فيها مناطق تجميع المطر والمسارات الطبيعية أو المقترحة لمياه السيول مع تصميمات هندسية ملائمة. كذلك يجب دراسة خرائط الطقس وخرائط طبقات الجو العليا وصور الأقمار الصناعية. كذلك عدم إقامة مباني أو منشآت بشكل دائم وثابت في بطون الأودية، ويمكن بدلا منها إنشاء حدائق خضراء. وبالنسبة للطرق يمكن عمل شبكة من الأنفاق التحتية والسحارات أسفل الطرق، إعداد الوسائل الوقائية من إنذار وإخلاء وأماكن إيواء لمواجهة حدوث السيول، وكذلك عمل تكسيات ملائمة على جوانب الأودية التي تتعرض للسيول
خاصة إذا ما كان يمتد طريق بري خلالها حتى لا تتعرض لمخاطر الانهيارات والتدفقات الطينية التي قد تصاحب الفيضان السيلي، ومحاولة توسيع وتمهيد الأماكن الضيقة في الأودية. ويوضح الكتاب أيضا كيفية مواجهة الفيضانات، ويتم ذلك بدراسة وإلمام كامل بالأسباب الرئيسية وراء حدوث الفيضان في منطقة ما، كذلك إنشاء السدود والخزانات على الروافد الرئيسية التي تعمل على تجميع السريع للجريان المائي من مناطق الإمداد، ويتم بعد ذلك إطلاقه في وقت لاحق بعد أن ينتهي أخطار الفيضان، وتعميق القنوات المائية للنهر وروافده لزيادة قدرتها على استيعاب كميات المياه الزائدة القادمة إليها، وعمل قنوات إضافية في مناطق السهل الفيضي لتستوعب كميات من المياه الزائدة بحيث يمتد في موازاة القناة الرئيسية للنهر، كذلك تنظيم عمليات البناء على جوانب النهر. ومن المهم تنظيم عمليات البناء على جوانب النهر التي تقطع مساحات منه مما يقل من اتساعه، مع تحديد المناطق المناسبة للبناء وتلك التي يجب تركها. ويمكن التخطيط لنظام تحذيري من الأخطار المحتملة وإعداد وسائل الوقاية وسرعة الإخلاء، وكذلك تطوير وسائل دراسة تكرار حدوث الفيضانات من خلال تسجيلات كاملة للفيضانات السابقة للتمكن من توقع حدوث الفيضانات ودرجة الخطر المحتملة. وفي محور آخر يبين الكتاب كيفية مواجهة الإنسان لمشكلات تعرية وتدهور التربة. هناك بعض الطرق الخاصة بحماية التربة من التعرية والتدهور، مثل الزراعة الكنتورية وتدريج السفوح، وكذلك المحافظة على الغطاءات النباتية الموجودة، وممارسة الأساليب وطرق التقنية الحديثة في كل من نظامي الري والصرف، وترك بقايا النباتات من أوراق وأغصان متساقطة في الأراضي الزراعية. أما التصحر فهي مشكلة عالمية، نحو 90,000 كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة تصاب بالتصحر على مستوى العالم كل عام، وأن 50 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية والغابية معرضة للتصحر في مختلف أنحاء العالم. ومع خطورة مشكلة التصحر إلا أنه تتعدد أشكال مواجهة الإنسان في مناطق العالم المختلفة لأخطار التصحر، وتكمن المشكلة أساسا في احتياج تطبيقها لرؤوس أموال وخبرة زائدة ذات كفاءة عالية. ولمكافحة التصحر يجب صيانة التربة من التدهور والمحافظة على الموارد المائية المتاحة من خلال بناء السدود في المناطق الجافة والشبه الجافة، وتقنين استخدام المياه في الزراعة، وكذلك تنظيم عمليات الرعي وحماية الحياة الفطرية.
وفي محور آخر يتناول الكتاب الأخطار البيولوجية من حرائق الغابات والمراعي وأخطار الجراد ومواجهتها وكذلك الأوبئة. يبين الكتاب أنه يصعب كثيرا منع حدوث الحرائق بالغابات، وخاصة مع النشاطات المتزايدة واتساع مساحات الغابات والمتطلبات المتباينة للإنسان، ولكن مع ذلك يمكن الحد منها وتقليل أخطارها من خلال سن القوانين التي تمنع الحرائق المتعمدة، وكذلك من خلال تكثيف محطات الإنذار خاصة أثناء فترات الجفاف، وغير ذلك من وسائل تختلف حسب إمكانيات كل دولة. وفي نهاية هذا الكتاب يبين الكاتبين أن الهدف من هذا الكتاب هو تحليلا منهجيا للمخاطر والكوارث من منظور جغرافي. وفي المحور الأخير يتناول الكتاب الأخطار والكوارث التكنولوجية. في هذا المحور يبين الكاتب بعض السمات الخاصة بالمخاطر والكوارث التكنولوجية، تتلخص فيما يلي: تبقى آثارها فترة طويلة مقارنة بالآثار الجيوفيزيقية، كما هو الحال في قنبلتين ناغازاكي وهيروشيما التي ما زالت تؤثر في الأجيال الجديدة من الإنسان والحيوان لتشوه الجينات الوراثية. وتزداد وطأة وتأثير الكوارث التكنولوجية باستمرار بالرغم من التقدم العلمي الذي يعمل بدأب لتخفيف الآثار، ولا يستطيع الإنسان معرفة مترتبات التطور التكنولوجي إلا بعد استخدام أدواته أمدا، وفي وقت لا يمكن فيه تدارك الآثار، كما حدث مع عقار الثاليدوميد وصناعة الأسبستوس، ونسبة الخطأ في تقدير المترتبات عالية، ويصعب تحليل المخاطر لعدة عوامل. وكذلك تزداد درجة الوعي الاجتماعي بالكوارث الجيوفيزيقية أكثر من التكنولوجيا، لأن المصانع المنتجة للمواد الخطيرة تنفق الملايين على التعتيم الإعلامي والتشكيك في نتائج التحليل أو الكتب العلمية العملية التي تبرز الحقائق. وأحد سمات الكوارث التكنولوجية هو أن الدول الصناعية تطور أساليب السلامة باستمرار، لكنها حين تصدر التكنولوجيا للدول النامية لا توفر تلك السلامة. لذا فإن أكبر خسائر الكوارث التكنولوجية في هذا القرن كانت في دول فقيرة مثل حادث بوفال في الهند، حيث تسرب 45 طنا من مادة شديدة السمية سريعة الانتشار والتفاعل في ديسمبر عام 1984. وأن إحدى استراتيجيات الحد من خسائر الأحداث الجيوفيزيقية هي تخفيف حدة تلك الأحداث بأساليب تكنولوجية بإقامة السدود وتعديل درجات انحدار الجبال والتخطيط السليم لاستخدام الأرض. وكل هذا مفتقد في العالم النامي،
مما يعني أن التخلف التكنولوجي يؤدي لاستمرار حدة وتأثير الكوارث الجيوفيزيقية والتكنولوجية. مستمعي هيفي اف ام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قراءة في كتاب. ألقاكم في حلقة مقبلة.